اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا ريتنا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده هنعمل اكله بسيطه من غير لحوم او فراخ، بس حلوه وتفتح النفس. هسمي الله وهخش في الفيديو. النهارده هنعمله العجه المصري، سهله ومكوناتها بسيطه. معايا هنا طماطم مقطعاها كده تقطيع صغير. معايا هنا 3 بصلات كبار. اهم حاجه يا جماعه البصل، هي معتمده كلها على البصل. معايا قرن فلفل كده حامي مقطعاه صغير، ممكن تعمليه بارد براحتك. معايا 3 معالق دقيق. معايا هنا بقدونس. معايا هنا 4 بيضات، هحط عليهم فلفل اسود وملح. طبعا كميه البيض حسب الصينيه اللي انت، انا هنا المكونات دول بتوع 4 بيضات. هسمي كده اللي بقى. معايا هنا حلو على النار، حاطه فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت. هنزل بالبصل كده والقرن الفلفل، هتحمريهم كده. الاكله دي حلوه وبسيطه، مستعجله او اي حاجه ممكن تعمليها، على فكره حلوه. البصله بقى كده تحمري معايا. خلاص كده البصله احمرت زي ما انتم شايفين. عايزاه ايه غامقه شويه. هنزل بقى بالطماطم، وهنزل بفلفل اسود وملح. هحط فلفل اسود وملح بس كده، هي البهارات فلفل اسود وملح. هخلي بقى كده الطماطم كده تدبل. خلاص كده يا جماعه هي دبلت معايا. معايا بقى البيض كده، هضربه كده بمضرب يدوي او معلقه عادي. خلاص كده انا ضربته. هنزل بقى عليه، هنزل بالبقدونس، هنزل بالدقيق. وفي بقى حاجه يا جماعه بتخلي العجه بتاعتك كده حلوه مفرومه، معلقه بيكنج باودر، بتخلي بقى العجه بتاعتك هشه كده حلوه قوي ومش مكتومه. خلاص كده بقى هضرب المكونات دي كلها كده مع بعضيها. اهم حاجه هنا تضربي بقى المكونات كده مع بعض جامد عشان البيض ما يكلكعش. البيكنج باودر دي والله بتفرق قوي يا جماعه. خلاص كده المكونات كلها. معايا بقى صينيه هنا، انا عامله صينيه صغيره مش كبيره، ده زيت. هنزل بقى بالعجه كده. خلاص كده انا حطيت العجه في صينيه، هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 كده في الرف الوسطاني ونرجع له. طلعت من الفرن ما شاء الله حلوه قوي، ومعلقه البيكنج باودر دي زي ما قلت لك بتفرق. خلاص كده يا حبايبي انا خلصت فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو متنسيش تحطي لايك، لو انت جديده تنوريني تشتركي في القناه عشان القناه تكبر بيكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.